مدام هتزعلي لو وريتك عمود في الامارات بينور لوحده؟ مجنون انت؟ ما كل العواميد بتنور لوحدها. بس العمود اللي عندي يا مدام بالطاقه الشمسيه، تكنولوجيا الماني وصناعه المانيه. طيب خلينا نشوف كيف بتنور. انزلي يا مدام. زي ما حضرتك شايفه العمود ما فيهوش اي وصلات كهرباء، مجرد ما العمود بيتركب بيشتغل على طول بالطاقه الشمسيه، وغير بقى انك هتوفري فواتير الكهرباء وطاقه نظيفه. مدام شايفه المنطقه السوداء اللي في العمود دي اللي بتاخد الطاقه الشمسيه. زمن اللوح الطاقه القديم اللي كانت بتبقى عامله شبه اللوحه كده ده انتهى. دي تكنولوجيا الماني جديده يا مدام، جديده وبتنظف نفسها بنفسها. يعني كيف بتنظف نفسها بنفسها؟ يعني السطح بتاعها يا مدام ما بيلزقش عليه اتربه، مجرد ما بيجي شويه هواء التراب بيطير. وطيب شو الضمان؟ ضمان 10 سنين على مكونات العمود كلها، ما عدا البطاريه 5 سنين بس. طيب واضاءته قويه مثل الكهرباء؟ اقوى من الكهرباء. احنا مش هنمشي من هنا يا مدام غير لما اوريك الاضاءه بتاعته، ولا اقول لك؟ وزي ما انت شايفه يا مدام الاضاءه بتاعته ما شاء الله قويه، والليد الواحد فيه 12000 شمعه، وفي منه السنجل وده الدبل. اما بقى لو حابب تشوف الاعمده على الطبيعه قبل ما تركبهم، تعالى اماره ام القوين منطقه الرقه امام مجلس البيت متوحد. شوف الاعمده بنفسك ما شاء الله منوره الشارع كله، والارقام والعناوين هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن. سلام. فاضي طمنين، عملتي ايه في الانترفيو؟ اول انترفيو في الامارات بيبقى احلى انترفيو. يلا. اترفضت. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي حصل في الانترفيو؟ احكي لي بالراحه كده ونفهم غلطنا فين. رحت الانترفيو لقيت الشركه حلوه، المدير قاعد لابس بدله حلوه، حاطط كوبايه القهوه قدامي، راجل محترم بقى. قمت قاعده، قال لي اتفضلي يا استاذ. قعدت. بعدين قام قال لي ارقصوس يور سيلف. ارقصوس؟ هي شركه عصاير؟ لا. امال ايه ارقصوس؟ ده اول سؤال بقى. قلت له ارقصوس ايه؟ انتروديوس يور سيلف. ايوه هي دي. عرفي نفسك. ما هو قالها لي بالعربي بقى. قالها لك بالعربي؟ لما انا قلت والله له محترم. ايه؟ هو احنا في رمضان؟ قال لي قدمي نفسك يا استاذ. ايوه بالعربي. قال لي وات از يور نيم. قلت له ايه بقى وات از يور نيم؟ دي ما اسمك ما انا عارفاها بقى من الكيجي. عارفاها. قلت له ماي نيم از نادين عصام @gmail.com. ده الايميل بتاعك؟ ايوه. هو قال لك اسمك مش الايميل بتاعك؟ ما انا بقى شغلت دماغي، قلت ادمج الاثنين مع بعض. تدمجي الاثنين مع بعض عشان يعرف ان انا عارفه انجليزي. انت اصلا فعلا دمج. اللي قال لك تعالي الامارات ظلمك. كملي. طب في حاجه كملي. حاضر. ده اول حاجه. تاني حاجه قام قايل لي هاو اولد ار يو. بصيت له كده، قام قايل لي عمرك كام سنه؟ قلت له ايه 26. الحمد لله اهو. تمام، سؤال كويس واجابه كويسه. اتفضلي. الحمد لله لحد دلوقتي تمام. كملي. بعد كده قام قايل لي وات از يور اكسبيرينس. قلت له انا قلت لك اكسبيرينس يعني خبره. قلت له انا خبره؟ يعني حضرتك شايفني خبره؟ قام قايل لي خبره ايه يا استاذه؟ انا بقول لحضرتك ايه خبراتك السابقه؟ قلت له خبراتي يعني انا خبره. فهو انت في حاجه؟ لا كملي. فقعد يقول لي لا اشتغلت فين؟ عرفت كنت فين قبل ما تيجي؟ بيحاول يساعدك الراجل محترم. كملي. فقام قال له ان انا اشتغلت في كذا مكان، في كذا شركه في مصر. من صدفه ربنا ان عارف مدير شركه من اللي انا قلتها له في مصر، قام متصل بيه وانا قاعده، قال له فلان الفلانيه اشتغلت عندك، لها سي في؟ قام قايل له لا. يعني انت كذبتي على الراجل؟ طب انت ليه بتكدبي عليه؟ ما انا لازم اقول له بقى اشتغلوا بقى. يعني انت كدابه؟ مش كدابه، بس قلت اشتغلوا. انت كدابه. ما اشتغلتوا بقى. وزعلانه؟ عشان اترفضت لانه قال لي استاذه انت مرفوضه. ده انت مش المفروض تترفضي، انت المفروض. الو. ايه يوسف؟ بقول لك ايه؟ نعم. سريعا كده، كان في 2000 درهم اللي هو الايجار بتاع الاستوديو، كنت حاططهم في الدولاب. 2000 جنيه 2000 درهم كاش. مالهم؟ كانوا موجودين في الدولاب، فين هم؟ انا خدتهم، قلت يمكن احتاجهم في مصر ولا حاجه. خدك ربنا وما ترجعيش تاني. يوسف ما انا اعطيكي 2000 تروحي بيهم. انت قاعد هنا بقى هتعرف تجيب غيرهم، لكن انا هبقى قاعده لوحدي في مصر، فاهم؟ طب في بليزر النبيتي عشان رايح عندي. ايوه النبيتي فين هو؟ خدته لاخويا. خدتيه فين؟ لاخويا.
يعني انت يعني انا كنت ما بتلبسوش اصلا، حطه في الدولاب وبترشق ما بتلبسوش. وانت مال اهلك يا شيخه؟ ما انا سايبه للمؤتمر، سايبه للمؤتمر. بس يا يوسف جيب غيره يا يوسف. الو. ايوه يا زايد. يا مرحبا مدام مريم. اهلا بيك، عامل ايه؟ الحمد لله الله يسلمك. بقول لك هو فين يوسف؟ يوسف موجود هنا، وقفنا في محطة البترول وداخل الحمام. يعني هو معاك؟ معايا. محمد النجار بعت له بيقول له وحشتني يا بيبي. وحشتني. ايوه هو بعت لها الكلام لانه فترة طويلة ما شافه وجاي نصلح الكبت. طب والكهرباء بيقول له من اخر مرة شفتك فيها في السيارة ما تقابلناش تاني. فعلا صحيح، لانه صلح المكيف تبع السيارة، كهرباء السيارة، فعشان كذي يعني. طمني هو معايا مدام مريم، لا تشيلي هم، ان شاء الله الامور طيبة. طيب انا عايزة اكلمه، ممكن تديهولي؟ ايه؟ عايزة اكلمه. الحقني يا زايد انا مخطوف، الحقني يا زايد، بس يا ولا الحقني يا زايد انا مخطوف. انت بتداري عليها يا زايد وانا مأمناك. الحقني يا زايد.